13 غلطة تانيين غير بتوع الفيديو اللي فات ممكن يبوظوا عليكي يوم فرحك. في الفيديو اللي فات انا قلتلكوا على كذا غلطة كده، حاولوا ان انتوا تتجنبوهم عشان يوم فرحكم يعدي من غير ذكريات سيئة بقدر الامكان. فانا بقى في الفيديو ده جايلكوا ب 13 غلطة جداد تتجنبوهم علشان برضو اليوم يعدي ظريف ولطيف وجميل وكله ذكريات سعيدة. ولو انتوا ما شفتوش الفيديو اللي فات انصحكم توقفوا الفيديو ده وتروحوا تتفرجوا على اللي فات الاول وبعدين تيجوا تكملوا ده، لان هما مرتبطين ببعض، بس في الحالتين هتستفادوا برضو. المهم دلوقتي يلا بينا من غير رغي كتير ندخل في الموضوع. النصيحة الأولى، خليكي أنانية بقدر الإمكان. بمعنى ايه؟ بمعنى ان ده مش فرح صاحبتك ومش فرح مامتك ومش فرح بنت الجيران ومش فرح بنت عمتك ولا بنت خالك ولا هو فرح اي حد، ده فرحك انتي. فلازم تشوفي انتي عايزه ايه وتعمليه في الفرح ده. عايزه بقى فستان مبهرج، عايزه فستان سيمبل، عايزه ميك اب كتير، مش عايزه ميك اب اصلا، كل دي حاجات ترجع لك ولازم تصممي على رايك وتمشيه، لان ده يومك واهم حاجه في يومك ده ان انتي تكوني مرتاحه وحابه كل تفصيله فيه. 2، لازم تهتمي باكلك ايام الفرح. مش معنى ان انت عروسه ان انت تهملي في اكلك او تنسي تاكلي بقى وتكبري دماغك من الموضوع ده عشان انت مشغوله ومش فاضيه. بالعكس انت المفروض تهتمي اكتر من العادي اصلا في الايام دي بشكلك وبصحتك، علشان كمان يوم الفرح ما تبقيش مرهقه بزياده وبشرتك كمان ما يبانش عليها الكلام ده، لانك كمان ما ينفعش تعتمدي على الميك اب بشكل كبير وان هو هيداري كل حاجه وكده، لان الميك اب مش سحر، هو بس بيضيف لمسه جماليه لشكلك. وكمان انت محتاجه بعد الفرح لما تمسحي الميك اب خالص يبقى شكلك كمان حلو من غير ميك اب، فانت لازم تهتمي قوي على قد ما تقدري. 3، مش كل ما تقابلي حد تمسكي ودانه بقى لا مش هينفع. ليه؟ لان انت كده هتشتتي نفسك. لما تقعدي تاخدي راي والتاني والتالت والرابع هتلاقي نفسك في النهايه انت محتاره تعملي ايه وانت مش عارفه اصلا تقرري من الكتر الاراء اللي حواليكي، وانت في الفتره دي بتبقي متوتره، فانت مش محتاجه حاجه توترك اكتر. فالاحسن ان انت تخلي 2 أو 3 مقربين جدا دول اللي تاخدي رايهم في كل حاجه، وكمان دول يكون دماغهم مقربه لدماغك علشان ما تتسوحيش معاهم انت عايزه حاجه هما بيقنعوكي بالعكس وما تعرفيش توصلي انت وهما لحاجه مشتركه. 4، الضيوف بتوع الفرح. ما ينفعش ابدا انت كعروسه تشغلي نفسك بمين هيجي ومين ما جاش ومين عايز ايه وتريحي ده ازاي، ويبقى كل اللي انت بتفكري فيه تريحي كل الموجودين، لان اصلا الافراح بيبقى فيها كلام كتير قوي ومشاكل كتير قوي، يعني محدش بيسكت. انت عارفه طبعا الناس كله بيتكلم سواء حلو او وحش، فانت ركزي في نفسك كعروسه وشوفي انت عايزه ايه ومحتاجه ايه وفكك بقى من اي حاجه تانية خالص. 5، ما تعمليش اي حاجه خالص مش شبهك. يعني مثلا انت حد هادي رقيقه بتحبي الميك اب السيمبل خالص، مفيش حاجه تبقى باينه في وشك، عايزه فستان برضو نفس الكلام، يبقى تمام تجيبي ده، مش عشان انت عروسه ومجتمعنا المصري بيقولك كعروسه بقى تبقي لابسه فستان حواليكي 5 متر ووراكي 4 متر وحاطه في وشك 3 كيلو ميك اب، فالكلام ده يعني مش منطقي. كل واحد فينا محتاج ان هو يكون نفسه في اليوم ده عشان بعد كده لما يشوف الصور بتاعته ما يندمش ويقول انا ايه اللي انا عملته في نفسي ده، او ليه كنت مأفوره كده. فاعملي الحاجات اللي شبهك عشان ما ترجعيش بعد كده تندمي عليها. 6، ما تسيبيش التفاصيل المهمه لاخر وقت خالص وتبقي مزنوقه مش عارفه تعملي فيها ايه. يعني مثلا التاج بتاعك، اكسسوارات يوم الفرح اللي هتلبسيها مع الفستان، الحاجات دي كلها ما ينفعش ان انت تركنيها لاخر وقت علشان انت اصلا هتبقي مش فايقه ووراكي حاجات كتير. وكمان المفروض الحاجات المهمه اللي زي كده المفروض تبقى خلصانه من قبل الفرح بحوالي شهر مثلا، لان انت يعني مش متفاجئه ان فرحك كمان يومين، انت عارفه ان فرحك في اليوم الفلاني بقالك مثلا 3-4 شهور، من قبل الفرح بشهر اقعدي بقى خلصي كل الحاجات المهمه اللي ممكن تزنقك يوم الفرح. 7، ما تزنقيش نفسك في الوقت خالص يوم الفرح. يعني انت مثلا عارفه ان الوقت اللي انت هتحطي فيه ميك اب هو ساعه، اعملي في جدولك كده بتاع اليوم ان الميك اب هياخد ساعتين، الطرحه مثلا بتاخد 10 دقائق ربع ساعه، انت اعمليها نص ساعه، التصوير مثلا هياخد ساعه اعمليه 2 عشان تروحي ميعادك في الفرح مظبوط، وفي نفس الوقت ما يضيعش عليكي كل حاجه بالتاخير، وفي نفس الوقت عشان لو في اي حاجه في اليوم باظت في النص مثلا تعرفي تلحقيها، لو اتاخرتي في اي خطوه من الخطوات دي ما تبقيش متسربعه طول اليوم بقى وتتوتري اكتر ما انتي. وكمان عشان ما تتاخريش على فرحك ونص الوقت بتاع فرحك يضيع في تاخيرك في اي خطوه من الخطوات دي. 8، ما ترفعيش سقف طموحاتك قوي ليوم فرحك وتقعدي بقى تسرحي كده وتتخيلي ان هو قد ايه هيبقى يوم مثالي ما فيهوش ولا غلطه، واليوم ده ما تكررش ولا هيتكرر في البشريه. حطي في دماغك كده واقلمي نفسك ان في يوم فرحك ممكن في مفاجآت مش لطيفه تحصل، لان اي مناسبه ما بتخلاش اصلا من الحاجات اللي بتبوظ فجاه، الحاجات اصلا بتحسي ان هي بلمس كده بتيجي يوم المناسبه وتبوظ على طول. فانت تأقلمي نفسك على كده عشان ده لما يحصل يوم الفرح ما تقعديش بقى في جنبي وتقعدي تعيطي بقى وتتوتري
تتوتري ويومك يبوظ عليكي عشان اي حاجه باظت. اما بقى بالنسبه لو ان ده ما حصلش ويومك عدى سليم جميل خالص من غير اي حاجه، فالحمد لله خير وبركه، حلوه قوي. 9. ما ينفعش فجأة تغيري رأيك في حاجة من الحاجات الأساسية بتاعت يوم الفرح. زي مثلا انت محددة هتعملي ميك اب في المكان الفلاني، ما تجيش قبل فرحك بيومين 3 عايزة تغيري الحجز من المكان ده للمكان ده، لأن ممكن وانت بتعملي كده الدنيا تبوظ معاكي في المكان التاني، أو ممكن كمان تبوظي بقية التفاصيل بتاعت اليوم كله. فهتلاقي نفسك من غير ما تقصدي بتبوظي يوم فرحك كله وبتلخبطيه، وبتقعدي بقى متوتره، طب الدنيا هتمشي ازاي، طب المكان الجديد، طب هعمل ايه، ولسه تقعدي تتفقي وكده، فالموضوع هيبقى مربك قوي. فالاحسن ان انت تبقي ماشيه على اللي انت مخططاه، وكده كده معاكي من يوم الخطوبه ليوم الفرح. يعني شوفي هتبقى مده قد ايه، طول المده دي معاكي ان انت تختاري وتفكري في كل الحاجات اللي انت عايزاها، فما تجيش وقت فرحك ترجعي في اي حاجه من اللي انت قررتيها وتوتري نفسك. 10. خدي بالك هتعملي فرحك في انه فصل من فصول السنه. يعني يا عروسه ما ينفعش يبقى فرحك في عز الشتاء وتعملي في قاعه بقى اوبن اير والديكورات كلها ورد وحاجات كده سهل ان هي تطير من الهواء، وفستانك يبقى خفيف، ففجاه كده الدنيا تقرر تشتي في اليوم ده فتغرقي انت والمعازيم وفرحك يبوظ. ولو في الصيف هتبقي طبعا لابسه فستان 3 طن عليكي، فانت هتبقي قرفانه من نفسك ومش عارفه تتحركي ومخنوقه من كتر الحر. فالاحسن ان انت تبقي مدركه كده من الاول، لو انت في الصيف اعمليها اوبن اير، لو انت في شتاء اعمليها قاعه مغلقه وظبطي نفسك. 11. ما تتسرعيش ابدا في اختيارك للويدنج بلانر بتاعك. مش معنى ان انت شفتي صوره او 2 فخلاص هو ده الله جميل قوي هروح احجز معاه على طول، لان الصور خداعه. فانت محتاجه تشوفي صور اكتر بكتير، محتاجه ان انت تشوفي ريفيوهات عنه، محتاجه ان انت كده تبصي على الشغل ده تشوفي ده ستايلك اصلا اللي انت عايزاه ولا لا. فشوفي الاول هو بيعمل حاجات متنوعه كده فيعرف يظبط لك اللي انت عايزاه، ولا هو ستايل واحد زي ما بيعملوا عند اي حد هيعمله لك انت كمان. عشان كمان وانت بتتفقي معاه ما يجيش يحاول يقنعك باللي هو شاطر فيه وبيعرف يعمله، فانت تبقي يعني مقتنعه كده على مضض، فتيجي يوم الفرح لا ده مش دي الكوشه اللي انت كنت بتحلمي بيها، ولا ده الديكور اللي انت كنت عايزاه، فتبداي من جواكي ما تبقيش راضيه عن الموضوع. والموضوع ده للاسف يعني مهم جدا، لان هي الصور هتفضل معاكي طول العمر. وبرده دي من الحاجات اللي تكوني مخلصاها من قبل الفرح بشويه، علشان ما تجيش يوم الفرح بتاعك كنتي قاعده بتجهزي وبتلبسي وكده تبقي شاغله نفسك بالريشه دي هتتحط فين، طب الورده دي هتتعلق ازاي، والحاجات الصغيره دي يعني ما ينفعش تركزي فيها اصلا يوم فرحك. فانت اتفقي في كل التفاصيل اللي انت عايزاها من قبل الفرح علشان تركني كل التفاصيل دي على جنب وتسيبي كده الموضوع كله في ايد اللي انت اخترتيه. 12. فستانك يا عروسه اهم حاجه في الفرح، وانا مش محتاجه اقول لك كده انت اكيد عارفه. طبعا حاجه زي دي ما ينفعش تتسرعي فيها، مش اول فستان يعجبك تشوفيه الله هو ده انا خلاص هاخده، لا انت محتاجه تلفي شويه كتير، تقيسي كذا حاجه، تجربي ستايلات مختلفه عليكي، تشوفي الضيق وتشوفي الواسع وتشوفي المنفوش وتشوفي اللي مش منفوش قوي، وتفضلي كده تدوري في الفساتين لحد ما تلاقي واحد الله هو ده انا مش هتنازل عن الفستان ده، ساعتها تحجزيه على طول من غير تردد. واخيرا 13 ودي النصيحه الاخيره، لازم تهتمي كويس قوي بالشوز اللي هتلبسيه يوم الفرح. اهم حاجه انه يكون مريح، لان انتي 3/4 اليوم انتي لابسه الشوز، فمحتاجه صوابعك ورجلك كده تبقى مرتاحه. ولو انتي هتلبسي كعب في اليوم ده، فانا كنت عامله فيديو قبل كده عن ازاي تختاري الكعب، وازاي اصلا تعرفي اذا كان مريح ولا لا، وازاي تتعودي عليه وتعرفي تمشي بيه بسرعه لو انتي ما بتعرفيش. هسيب لك لينك الفيديو ده في الديسكريبشن تشوفيه عشان هو مهم جدا وهيساعدك. ولحد هنا يا حلوين فيديو النهارده يكون خلص. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا مني باي حاجه، واتمنى اكتر السعاده لكل عروسه بتتفرج عليا، وبقول لك من كل قلبي ربنا يسعدك في حياتك يا رب. ما تنسيش بقى يا عروسه زي ما انا وجبت معاكي وجبت لك الموضوع ده من اوله لاخره كده، ما تنسيش انت كمان توجبي معايا باللايك والشير والسبسكرايب. وما تنسوش بقى كلكم تقولوا لي رايكم في الفيديو ده وعجبكم ولا لا، وتقترحوا عليا مواضيع في الكومنتات لو انتوا عايزين اتكلم في حاجه معينه. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي على خير. سلام.